لقد أثارت قضية القيم في مونديال قطر من خلال حضور أمهات اللاعبين المغاربة، وقد أثارت هذه القضية فضول الصحافة العالمية برمتها خاصة منها الغربية. إعجاب كبير وذهول من قيم أصبحت منقرضة بعد ما تم ضربها عنوة. أحد الصحفيين والمحللين السياسيين يقول أن صور اللاعبين المغاربة مع أمهاتهم وآبائهم رائعة وفيها بر بالوالدين وتأكيد على قيمة الأسرة، تلك القيمة الغائبة في المجتمعات الغربية والتي أثارت إعجاب مراسلي المؤسسات الدولية. وللأسف تعمل بعض معاول الهدم التابعة لهم في بلداننا من جمعيات ومنظمات ذات تمويلات مشبوهة على ضربها وتفتيتها باعتبارها أحد مقومات هويتنا الحضارية العربية والإسلامية. لقد أكد ذلك أبو علم الاجتماع في تونس عبد الوهاب بوحديفة في مواجهته للاستشراق، حيث عمل المستشرقون بعد فشل الاستعمار العسكري على ضرب المقومات الروحية لشعوب شمال إفريقيا. ولفت الانتباه أيضا إصرار الحارس المغربي المتألق ياسين بونو على الحديث بالعربية في المؤتمر الصحفي رغم إتقانه الفرنسية والإنجليزية والإسبانية، وقال: ليست مشكلتي أنكم لم تجلبوا مترجمين، مع العلم أن بونو يلعب لفائدة نادي إشبيلية الإسباني. كانت الحملة على مونديال قطر رهيبة من طرف بعض وسائل الإعلام الغربية، خاصة من صحيفة الجارديان البريطانية، بسبب عدد من القضايا، ورغم تصريح رئيس الحكومة البريطانية بأنه على الأوروبيين احترام ثقافة وقوانين الدولة المضيفة لأن لها نقطة انطلاق ثقافية مختلفة جدا، فإن الحملة تواصلت للأسف الشديد، لكنها لم تجد أصداء كبيرة بسبب نجاح الدولة المضيفة في تنظيم كأس العالم. جل الصحف العربية والدولية والغربية والأمريكية على وجه الخصوص ركزت على هذه القضية، قضية الصورة الإيجابية التي رسمه أسود الأطلس خلال مونديال قطر، إذ باتوا حديث العالم ليس بارتباطهم بمهاراتهم الرياضية فحسب، بل بالأخلاق التي عرفوا بها، وخصوصا ارتباطهم بأمهاتهم وتمرير رسائل البر بالوالدين، وكذلك قيم المحافظة على هذه الأسر من تفتيت